قلت له لأ، بعد 5 دقايق لقيتيه مسك الشاشة بتاعته وقاعد بيلعب، وللأسف حد تاني في البيت قال له العب ما لا يهمك. فلو أنتِ بتحاولي تحددي وقت الشاشة ودايمًا في حد تاني من ورا ضهرِك بيكسر كلمتِك، يبقى الفيديو ده ليكِ. أنا إنجي سعيد، أم ومهندسة، باحاولِك تفهمي التكنولوجيا أكتر وتكوني واعية أكتر عن الشاشات واستخداماتها. أنا حاسة بيكِ لإن أنا كنت حاطة برضه قواعد زيِّك، ولقيت نفسي إن أنا عمّالة أتخانق عشان القاعدة هي اللي تتم، بقى الموضوع تحوّل من شاشة لخناقة مع ناس تانية كتير، يا جماعة ما ينفعش كده، أنا في وقت للشاشة. الولاد بقوا أذكيا جدًا وكانوا بيروحوا للي عارفين إن هو هيقول لهم خدوا الشاشة. ما فيش غلط على شخص معيّن، هي غلط إن إحنا مش عاملين اتفاق وكل البيت مشي عليه. بس اللحظة اللي أدركت فيها هي ديّة اللي غيّرت تفكيري، إن اللي أنا فاهماه هم مش فاهمينه، وإن الوعي اللي عندي عن خطورة الشاشات للأسف هم ما يعرفوش عنه حاجة، فكان لازم إن أنا أعمل وقفة علشان خاطر يقدروا إن هم كمان يفهموا ويحسوا باللي أنا حاسة بيه، وإن إحنا نعمل كلنا نظام واحد نتفق عليه، لإن هو دوّة اللي هيفرق. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن إمتى الولد يكون جاهز عشان أجيب له موبايل والّا لأ، في الحلقة ديّة هنتكلم أكتر عن إزاي إن إحنا نعمل managing لموضوع الشاشات دوّة جوّه البيوت، وإن يبقى في اتفاق واضح الكل يمشي عليه، ولازم أهم حاجة إن الكبار يبقوا متفقين. في دراسة اتعملت في الصين إن هي جمعت عينات من أكتر من 40,000 مشترك علشان يشوفوا سؤال واحد بس، إيه مدى اختلاف الكبار وتأثيرهم على الأطفال في قراراتهم. النتيجة كانت واضحة جدا، إن البيوت اللي فيها الكبار مش متفقين سلوك الولاد ما كانش كويس، لأن بصراحة التناقض دوت خلى يبقى فيه عند الولاد عدم ثقة، ومش عايزين إن هم يطبقوا أي قاعدة، وشايفين إن كل القواعد قابلة للنقاش. يعني مش المشكلة كانت في القاعدة، لأ المشكلة كانت في اختلاف الكبار، لكن لو كان في قاعدة هم اتعودوا مش عليها يمكن بابا، كانوا مشي عليها بتعملوا لو ايه؟ الكل متفق عليها. النتيجة كانت واضحة جدا، إن الطفل ما بيتلخبطش من القاعدة، الطفل كان عنده دايما عدم ثقة من اللخبطة اللي كان فيها الكبار والتناقض اللي هم فيه، وإن هو دايما عايز يلعبها بذكاء عشان في الآخر ياخد اللي هو عايزه، وإن القواعد اتحطت عشان نقدر إن احنا نكسرها وكمان إن احنا نتفاوض فيها، مش لازم إن احنا نمشي عليها. وهنا الرسالة اللي بتوصل للولد بتبقى مهمة جدا، إن هو شايف إن اللي بيديله الجهاز هو ده اللي بيحبه أكتر، لأنه بيبسطه وبيعمله اللي هو عايزه، واللي بتمنع عنه الجهاز هي ديّة اللي أكيد بتحبه أقل، لإن هي عمّالة تعيّشه في rules كتيرة جدًا ولأ كتيرة جدًا، رغم إن ممكن تكون دي هي اللي بتحبه وبتخاف عليه وشايفة على المدى الطويل إيه ده مدى التأثير اللي هو ممكن يكون فيه، لكن دوّة مش شايف أي حاجة غير اللحظة اللي هو فيها دلوقتي. بس الخبر الحلو والأكيد إن إحنا بنفكّر صح، إن هُم لمّا لقوا عملوا دراسات على البيوت اللي الكبار فيها بيبقى متفقين، لقوا إن الولاد بيبقوا مستقرين نفسيًا أكتر وبيبقوا مبسوطين أكتر وأسرع بيتعودوا على القواعد وبيمشوا عليها في منتهى السلاسة وبدون مشاكل. لو حسيتِ إن الكلام دوّة بيوصف مشكلتِك أو بيوصف مشكلة بيتِك، يا ريت تعملي له share دلوقتي عشان يوصل لأم تانية محتاجاه. تعالي بقى نقول 3 خطوات كده تقدري إن أنتِ تنفذيهم علشان إن شاء الله تحلي المشكلة دي. الخطوة الأولانية، ما فيش خناق قدام الولد، أيًا كان الموضوع إيه مضايقِك ما تتخانقيش مع أي حد كبير قدام الولد إن هو ادّى له الشاشة، خلّي مناقشاتكم دايمًا بعيد عنه، عشان هو ما يحسش بعدم ثقة ويحس إن في فجوة، ويحس إن ممكن إن هو بسهولة يقدر إنه يتناقش كمان ويتفاوض في القاعدة. لأ، هو الموضوع دوّة بالنسبة لِك أنتِ خلاص خط أحمر وما فيش نقاش فيه، فدايمًا ما يحسّش بالموضوع دوّة بينكم في البيت، لإن دوّة هيبقى أخطر من الشاشة نفسها وهيبقى ذكي جدًا وهيعرف إن هو يستغله لصالحه. الخطوة التانية، لازم كل البيت الأسرة الكبار اللي عايشين في البيت يبقوا عارفين الوعي اللي أنتِ فيه، بابا، ماما، أخ كبير، تيتة، جدو، لازم تقعدي كده معاهم، لازم يبقوا فاهمين كويس أوي خطورة الشاشات على ولادنا. فرجيهم فيديوهات كتيرة جدًا إزاي الدكاترة بيحذّروا من خطورة الشاشات على ولادنا وتأثيرها على أدمغتهم، وإزاي هي فعلًا بجد بتعمل لهم مشاكل صحية ومشاكل نفسية على المدى الطويل. ولازم كمان تورّيهم من الناحية الهندسية إن فعلًا بجد هم مصممين الalgorithm دوّة علشان يوصّلوا ولادنا لمرحلة من الإدمان ودوبامين معيّن عشان ما يقدروش إن هم يتخلّصوا من الشاشات إزاي. كل دوّة لازم كل الكبار اللي في البيت يبقى عندهم وعي بيه، يعني ما تشيليش الحمل لوحدِك، عشان لمّا تقدري إن أنتِ تتكلمي معاهم في أي اتفاقات يبقى الكل فاهم إن هو لمّا بيدّيه له أنتم بتضرّه مش بتنفعه. ولو في عندِك زوار كتير بييجوا البيت وحاسة إن أنتِ في أيام كتير أوي ما تقدريش تسيطري على موضوع الشاشة، ببساطة اعملي ورقة فيها قواعد الشاشات بتاعة بيتِك وحطيها على باب الشقة، واكتبي فيها إن بكل احترام تتمني إن الكل يتبع القاعدة دي. الخطوة التالتة، بعد ما اتفقنا وكله بقى تمام، يا ريت يكون في حد مسؤول عن عن موضوع الشاشات دوّة، لا إما يبقى مقسمين إن كلكم بتقولوا نفس الكلمة للولد، أو الأفضل إن أنتِ بس اللي تبقي اللي مسؤولة، بحيث إن الولد لمّا ييجي يسأل أي حد من الناس اللي موجودة يقولوا له ببساطة روح اسأل ماما، ماما هي اللي مسؤولة عن موضوع الشاشة ده، يبقى فاهم كويس أوي إن أنتم مش مختلفين وإن ما فيش فجوة، هو هيعرف إن هو ثغرة كده يقدر إن هو يدخل منها وياخد وقت شاشة زيادة، أنتِ المسؤولة الوحيدة وأنتِ اللي هتقولي أو لأ، مهما كان اللي هو بيسأله يقول له روح اسأل ماما، هي اللي مسؤولة عن موضوع الشاشة ده. وديّة خطوة مهمة جدًا هتريحِك، علشان خاطر ما
فيش حاجه تفلت بقى اذا كان بالحب، اذا كانت عن قصد او عن غير قصد. خليني كمان احكي لك عن دراسه مهمه جدا عملوها باحثين من امريكا وانجلترا على اسر من اول ما الولاد اتولدوا، ومش مده سنه او اتنين، لا ده لمده 10 سنين. وكان الهدف من الدراسه ديت ان هم يعرفوا سلوك الطفل بيتاثر بايه. واكتشفوا حاجه غريبه جدا، ان سلوك الطفل مش بيتاثر بالقواعد الصارمه ولا القواعد الحازمه ولا صعوبه الحياه ولا صعوبه القواعد جوه البيت، لا، لان هو بيتاثر جامد جدا باتفاق الكبار او عدم اتفاقهم. ان البيوت اللي كان فيها الكبار متفقين، مفيش ثغرات، الطفل كان عايش مستريح ومطمئن وماشي على القواعد، مفيش اي مشكله. الطفل التاني دايما كان عمال يفكر ازاي ان هو يستغل المشاكل اللي هو شايفها قدامه والاختلافات والانتقادات ما بين الكبار اللي في البيت، يقدر ان هو يستغل الثغرات ديت عشان يعمل اللي هو عايزه، اللي هي طبعا على اللونج ران كانت بتضره جدا. فالبيوت اللي كان فيها الكبار بيسندوا بعض، لقوا ان فيها الاولاد سلوكياتهم افضل بكتير جدا ومستقرين نفسيا اكتر بكتير جدا من البيوت اللي فيها كبار متناقضين بشكل كبير. لان الاختلاف السلوكي اللي هو مش هيأذي، بس هو لما يحس ان مفيش ثقه وعدم تناقض، ونقدر ان انت ان هو يكسر القاعده بشكل او باخر، زي ما باباه بيعمل او تيتا بتعمل او جده بيعمل، يبقى القواعد والرولز اللي هو يمشي عليها فقدت الثقه عنده فيه. هو فقد الثقه عنده في انه يمشي اي قاعده او رولز، او فقد الثقه في كلامه ان دي ان دي حاجه مفيده ليا، او ان هي حاجه هتنفعني في المستقبل. ما بقاش مقتنع خلاص. ما تنسيش ان اي اتفاق تعمليه دايما التكنولوجيا هتقدر ان هي تساعدك فيه. بمعنى ان انت ما تعمليش كده لوحدك وتقعدي بقى في شد وجذب، الوقت خلص، لا الوقت ما خلصش، لا انت قعدت قد ايه، انت نزلت جيم ايه، لا. اقفلي الباب ده تماما بان انت تستخدمي تولز زي ابل سكرين تايم او فاميلي لينك، تقدري انت تتحكمي في الجهاز بتاعه من ناحيه الوقت اللي هو يقدر يقعد فيه على الجهاز، من ناحيه الجهاز يتقفل الساعه كام بالليل، من ناحيه كمان الابلكيشن اللي بتنزل والجيمز اللي بتنزل، وكمان يقعد عليها وقت قد ايه. كل ده تقدري تتحكمي فيه وتتجنبي بيه ثلاث ارباع المشاكل، 75% من المشاكل هتتجنبيها لو فعلتي كل الحاجات دي. وطبعا الموضوع دوت اللي يعمله واحد فيكم، انت او باباه، لان هو دوت اللي يقدر ان هو يتحكم في الاجهزه بتاعته، ما يبقاش طبعا في اكتر من حد. يبقى هو كده حاسس ان هو ماشي على قواعد ونظام، مش انتوا بقى اللي عمالين تغيروا فيها، لا هي قاعده ونظام جايه من الشاشه بتاعته. انا عارفه ان هو مش سهل، وان مش كل البيت هتقولي له وبسهوله يقتنعوا بالموضوع، بس والله كتر الكلام وكتر الوعي بيفرق مع الوقت. وان شاء الله تقدري ان انت تنفذي للبيت وتحطي للبيت قواعد كويسه جدا تقدر ان البيت يمشي عليها، حتى لو في ايام فلتت، بس ان شاء الله مع الوقت الولد هيقدر ان هو يمشي على القواعد ديت، وتقدري انت تطبقي النظام اللي انت عايزاه. انت عرفتي وانت هنا، ودي شجاعه كبيره جدا، لان مش المفروض ان في اي ام تبقى لوحدها في موضوع الشاشات دوت. يا ريت نعمل الحلقه لايك وشير مع كل اب وام، سبسكرايب في القناه بتاعتنا، واستنونا في حلقه جديده نتكلم ونتعلم حاجه جديده.